ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وبنكمل مع بعض مسلسل ما ترى ليس كما يبدو، والحلقة التانية اللي بعنوان انت وحدك. تبتدي الحلقة لما سارة كانت في الأسانسير بعد ما جات لها رسالة مكتوب فيها الأسانسير، وبيفضل الأسانسير طالع نازل بيها وهي بتصوت وبتقول الحقوني حد سمعني، وبيغمى عليها. ولما بتوصل بيفتح سليم الباب وبيلاقيها وبيسندها وبيقول لها ايه اللي حصل، وبتحكي له. وفجأة بتقول له هو عامر فين عامر؟ فبيقول لها طب اهدي. وفجأة بتقع بيغمى عليها وبياخدها يروحها، ومامتها بتشكره تقول لها دي مفاتيح عربيتها. وبيقول لها يا ريت تخلي بالك من سارة اليومين دول علشان شكلها مضغوط جدا. وبتكون سارة واقفة وسامعاه، ومامتها بتقول له أنا مش عارفة هي بتعمل في نفسها كده ليه، هي أصلا مش محتاجة الشغل ده. فبيقول لها سليم حضرتك عارفة هي سارة دماغها كده. فبتقول له هي طول عمرها كده، تبعد عن اللي يريحها وتدور عن اللي بيتعبها. وبقول لها خير إن شاء الله، الحمد لله إنها كويسة. وبيستأذن منها وبيمشي، وهو خارج ونهى داخلة وبتسألها على سارة وبتقول لها فوق اطلعي لها. فبتطلع نهى وبتقول لها سارة يعني انت كمان مش مصدقاني؟ فبتقول لها نهى انا مستغربة لاني انا طالعة في الاسانسير اليوم ده اكتر من 20 مرة. فبتقول لها سارة حرام عليكم، انت نفسك شفتيني لما اتخبطت واتعورت، يعني هكون انا اللي عورت نفسي يعني؟ قالت لها نهى اكيد لا، بس انا بحاول اساعدك. وانا دلوقتي فاتحه الشات اللي بينك وبين نفسك، فين بقى الرسائل اللي بتقولي عليها؟ قالت لها ساره ما هي بتتمسح لوحدها. قالت لها نهى ما يمكن حد بيحذرك من الحاجات اللي هتحصل بعدين، يعني هو قال لك اسانسير وحصل في الاسانسير مشكله، وقال لك عربيه وحصل للعربيه مشكله، وقال لك ضلمه والكهرباء قطعت، يبقى حد جاي يخدمك ويساعدك ودي حاجه كويسه. فبتقول لها سارة طب والشخص ده عرف الحاجات دي منين؟ قالت لها نهى ده برضه ملهوش غير احتمالين، الاحتمال الأول يكون شخص بيتنبأ بالمستقبل وده احتمال ضعيف، أما الاحتمال التاني فهو احتمال يخوف إن في حد قاصد يغير الأحداث حواليك ويلخبطك. وبتقول لها نهى أنا طالبة منك حاجتين، أول حاجة إنك تروحي للدكتور تتكلمي معاه، وده مش معناه إني مش مصدقاكي، بس أي حد فينا بيجي عليه وقت بيحتاج لحد يساعده. والحاجة التانية إحنا ناخد اللابتوب والموبايل نوديهم للمهندس عامر يكشف عليهم ويقول لنا لو في حاجة عشان نطمن. وبتروح سارة للدكتور ومش بتلاقيه، وهي خارجة بتلاقي سليم جالها عند الدكتور وبتقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ قال لها انا بس لما وصلتك قلقت عليكي، ولما عرفت ان انت هنا قلت اجي اطمن. فبتستغرب سارة وبتقول له انت مستوعب انت عملت ايه؟ انت ازاي تيجي ورايا مكان زي ده؟ قال لها انا اسف ما اقصدش اضايقك. قالت له بجد انا مش قادره استوعب اللي انت بتقوله ده. فلسانه بيغلط وبيقول لها انا اسف يا حبيبتي. فبتقول له ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت انسان مش محترم، وانا ليا كلام تاني مع نهى، اكيد هي اللي قالت لك ان انا هنا، وبتسيبه وبتمشي. وبنشوفها وهي بتكلم نهى وبتقول لها طب هو عرف مكاني ازاي؟ ده جاني لحد باب العياده. فبتقول لها نهى انا ما قلتش لحد. فبتقول لها تفتكري هو بيراقبني ولا يكون هو اصلا اللي بيعمل كده؟ بتقول لها انه مستحيل طبعا، سليم ده بيحبك ولا يمكن يعمل كده. وبتروح البيت وبتكلم الدكتور مكالمة فيديو وبتقول له انا جيت لك على حسب الميعاد وما لقيتش حضرتك. قال لها معلش اصل تعبت واضطريت اروح. قالت له ما فيش مشكلة الف سلامة. فبيقول لها اللي انت بعتيه على الواتس ده بيحتمل تفسيرات كتير، خلينا لاحساسك انت الاول، انت حاسة ان في حد بيراقبك؟ قالت له مش عارفة، انا ما بقتش عارفة اللي بمر بيه ده حقيقي ولا لا، بس انا بشوف الرسائل بس بعد كده بتختفي، وان كل رسالة بتيجي بتتكتب فيها حاجة بتحصل بعدها على طول، ومش فاهمة هل في حد اخترق حساباتي وبيحاول يتحكم في حياتي ولا ايه؟ فبيقول لها يعني حاسة انك جوه لعبة بس مش عارفة قوانينها. قالت له اه بس انا مش مشتركة في اللعبة دي وفي حد بيلعب بيا. قال لها خلاص كفاية كده ونكمل بعدين، وانا هبعتلك على مهدئ يساعدك شوية. قالت له طب انا ممكن اعرف تشخيصي ايه؟ قال لها لا ده لسه بدري على التشخيص، احنا دلوقتي في مرحلة الفهم، اهم حاجة نتأكد ان مفيش حد هكر تليفونك. وبنروح لنهى اللي كانت عند عامر اللي كان بيكشف على تليفونها واللابتوب، وبتقول لها سارة عملتي ايه؟ قالت لها نهى قال لي النوم نضاف ومفيش برامج مش طبيعية وكله تمام. وبتقول لها انا عايزاكي تسافري يومين في اي حته تغيري جو تفصلي فيهم، لان دماغك عمرها ما هترتاح غير لما تفكري بالراحه. قالت لها ساره مش هقدر ومش هعرف وهخاف اقعد لوحدي، خصوصا ان مامتي طول اليوم في الشغل. وهنا بيجي سليم وبيسألها عاملة ايه طمنينا عليكي، وبيقول لها انا اسف على اللي حصل مني امبارح، بس بجد انا كنت قلقان عليكي.
وهنا سارة بترد عليه وحش وبتقول له انت ايه اللي خلاك تمشي ورايا اصلا. وهنا نهى بتتدخل عشان تلم الموضوع وبتقول له ما تزعلش منها لانها مضغوطة شوية، وبيقول لها تمام ماشي وبيستأذن وبيمشي. بعدها نهى بتقول لها نفسي اعرف انت بتتعاملي معاه كده ليه، ده حتى لسه موصلك امبارح بعربيتك وراجع هو في تاكس. قالت لها سارة هو عشان عمل كده يبقى لازم احبه، وبعدين هو اصلا مش مريحني، كل ما اروح في حتة الاقيه ورايا. قالت لها نهى انت حرة، هقابلك بكرة علشان نروح عيد ميلاد نورهان. قالت لها سارة مش عايزة اروح، انا متوترة جدا اليومين دول، ده انا كل يوم بصحى ببقى خايفة من اللي ممكن يحصل النهاردة. قالت لها نهى انت لازم تيجي وخلي الزملاء يشوفوكي بعد الاحداث الاخيرة اللي حصلت. خلاص هستناكي بكرة تعدي عليا نروح سوا ونغير جو بالمرة، نشوف لك حد جديد، بدل سليم وعامر مش نافعين. سارة انت فايقة ورايقة وبتسيبها وبتنزل. وبعدها بنشوف عامر واقف عند كابينة الكهرباء بيعمل حاجة وعمال يبص يمين وشمال. وهنا سارة بتشوفه من فوق وبتستغرب يا ترى كان بيعمل ايه. وبتروح سارة ومامتها بتقول لها يلا العشاء مستنيكي. قالت لها سارة لا انا تعبانة مش هقدر. وبتسألها مامتها سألت المهندس اللي عندكم بتاع الاي تي؟ قالت لها ولا اي حاجة، ملقاش اي حاجة على التليفون. وبتقول لها انت عارفاه على فكرة اسمه المهندس عامر. فبتقول لها مامتها لو مش مرتاحة على كلامه انا عندي مهندس تاني اسمه احمد عبد المقصود. قالت لها سارة ماشي مفيش مانع. فبتتصل بيه مامتها وبتسأله هو حضرتك لسه في شركة الاتصالات؟ قال لها ايوه. قالت له طب انا عايزة من حضرتك خدمة، انا عايزة اجيلك انا وسارة علشان تسألك على حاجة. وبتاخد منه ميعاد بعد يومين. وهنا بتقول لها سارة معلش يا ماما أنا تعباكي معايا وبنسى أسأل عليكي، قوليلي أنت بتاخدي الدواء في ميعاده؟ قالت لها مامتها باخده في ميعادي وأنا كويسة الحمد لله. قالت لها سارة طيب خدي بالك من نفسك أنا هطلع أنام. وبتطلع سارة تنام وبيجي لها عامر وسليم في المنام وبتقوم مفزوعة من النوم. وتاني يوم بتكون نايمة على رجل مامتها وبتقول لها أنا بابا وحشني أوي من ساعة ما مات وأنا مش لاقي حد يفهمني زيه. قالت لها مامتها الله يرحمه كان حنين قوي وبيحبك حب غريب، انا نفسي كنت ساعات بغير من الحب ده. فبتعيط سارة وبتقول لها ليه سابني، انا كنت لسه محتاجاله قوي، لسه ما شبعتش منه. قالت لها مامتها اللي بيحبونا بجد ما بيسيبوناش لانهم بيسيبوا حتة منهم فينا، وانت كلك هو حتى ضحكتك زيه، وبيفضلوا يفتكروا طريقته كلامه حركاته وبيضحكوا. وبتقول لها مامتها أنا فاكرة كل تفصيلة منه بس هنعمل إيه، هما الطيبين كده عمرهم قصير في الدنيا. وبتقول لها مامتها أنا عايزة أقولك على حاجة، مش معنى إن أبوكي مش موجود يبقى هسيب حاجة تاخدك مني أو هسيبك تغرقي في الخوف والحزن. هو كان سندك لما كان موجود، دلوقتي أنا سندك وأنا اللي موجودة وعمري ما هسيبك علشان أنا كمان ماسكة فيكي، انت صاحبتي اللي طلعت بيها من الدنيا دي وبتاخدها في حضنها. وتاني يوم بتعدي سارة على نهى علشان يروحوا عيد ميلاد نورهان وبتكلمها بتقول لها أنا مستنياكي تحت. وهي مستنياها بيجي لها برضه رسالة بس المرة دي بيقول لها نار. فبتخاف سارة وبتاخد سكرين شوت المرة دي للرسالة وبيرن عليها الرقم اللي باسمها وبترد فمحدش بيرد عليها. وبتخاف سارة وبتنزل من العربية وبتجري وبتقول انت مين. وهنا بتيجي نهى بتقول لها خير انت كويسة؟ فبتقول لها سارة برضه بعت لي رسالة وبيقول لي نار. فبتقول لها نهى طيب اهدي وتعالي نقعد في العربية. فبتقول لها انا المرة دي لحقت واخدت سكرين شوت للرسالة، ولما جت توريها الرسالة برضه ما لقيتهاش وبتقول لها والله انا اخدتها والله اخدتها. فبتقول لها نهى طيب ممكن تهدي؟ قالت لها سارة انت برضه مش مصدقاني. قالت لها انا عايزاكي تهدي علشان لما نروح عيد الميلاد ما يبانش عليكي حاجة، مش عايزة حد يلاحظ من زمايلنا عليكي حاجة لانهم بيتكلموا عليكي من ساعة موضوع الاسانسير. وبيوصلوا عيد الميلاد وبتقول لها ممكن تظبطي نفسك علشان ننزل. قالت لها سارة انا مش عايزة انزل. قالت لها نهى احنا لازم ننزل نعمل الواجب نص ساعة ونمشي على طول. فبتقول لها سارة الرسالة كان مكتوب فيها نار، تفتكري حاجة ممكن تحصل جوه؟ قالت لها نهى ما تخافيش انا معاكي مفيش حاجة هتحصل. فبتقول لها سارة اصل كل حاجة جات لي في الرسائل اتحققت. قالت لها نهى ما تقلقيش وبتهزر معاها وبتقول لها هي الرسالة مش كان مكتوب فيها نار، يعني مش هتولعي لوحدك انا هولع معاكي، ممكن يلا ننزل بقى من العربية.
وهم داخلين سارة برضو بتقول لنهى أنا خايفة، خدي الهدية انت اديها لها. وبتستقبلهم نورهان وبيدوها الهدية وبتقول لهم اتفضلوا، وبيدخلوا وبتسيبها نهى بتروح تشحن التليفون. فبيجي سليم يقعد معاها ويقول لها الفستان حلو قوي عليكي، أحسن بكتير من لبس اليونيفورم بتاع الشغل. وبيحاول يفتح معاها كلام لكن قالت له أنا عايز أقعد لوحدي. وبيرن الرقم اللي باسمها عليها، فبتقول سارة لنهى هو، فبتاخدها نهى وبيطلعوا بره. والمرة دي بترد عليه نهى وبتقول له أيوة يا حيوان يا مهزأ، أنت مين وعايز إيه؟ فواحد بيرد عليها بيقول لها نار. فبتقول له نهى هو أنت فاكر نفسك حويط علشان عندك برنامجين زيك زي غيرك ومش هعرف أجيبك؟ طب أقسم بالله لا أجيبك من ورا الشاشة اللي أنت مستخبي وراها دي. وهو برضه بيرد عليها وبيقول لها نار. وفجأة بيسمعوا صوت سويت وبيشوفوا نار والعة في عيد الميلاد والناس بتجري. وبتنتهي الحلقة على كده. وفي النهاية أتمنى تكون الحلقة نالت رضاكم. مستني رأيكم في التعليقات، وأتمنى تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسونيش بلايك وشير. سلام.